بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ادعوا لأهل غزة وفلسطين، ربنا ينصرهم يا رب ويفك كربهم يا رب، تتحل من عنده يا رب. النهاردة انا هعمل معاكم ايه؟ انا هعمل معاكم فتة. هعمل معاكم فتة ولحمة. هستعمل ايه؟ هبدأ الاول بسم الله الرحمن الرحيم. ادي اللحمة اهي، بستعمل معاها بصلة. الفتة بستعمل معاها الطماطم، التوم. تمام. هستعمل الرز، بس الرز مش هعمله ابيض. هوريكم طريقة انا بعمل بيها الفتة، بصراحة ربنا بتبقى طعمها خرافة. وطبعا بستعمل العيش اللي هو المحمص، وبستعمل الخل معاه. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. هبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ ايه؟ هشوح اللحمة. تمام. هبدأ اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا على رسول الله. حطيت اللحمة. تمام. وحطيت معاها البصلة. هبدأ اشوحها وهقول لكم هعمل في ايه فيها. هبدأ احط شوية فلفل اسمر. صلوا على رسول الله. ابدأ اعمل بقى ايه؟ الصلصة بتاع الفتة. ادي اهو شوية زيت ذرة. تمام. صلوا على رسول الله. ادي هبدأ اعمل يا حبايب قلبي الصلصة بتاعت الفتة. صلوا على رسول الله. ريحة التومة وهي بتتقلى تحفة. خليكم معايا في الفتة خطوة بخطوة. انا قلت اعملها لكم قبل العيد، علشان ان شاء الله كلنا بنعمل في العيد فتة، فقلت هوريكم طريقتي. هي طريقة حلوة والله وهتعجبكم جدا، وفي الطعم مش عايزة اقول لكم. بصوا حبايبي، انا بخلي التومة تاخد اللون الحلو الذهبي ده. تمام.
خلاص كده خدت اللون الذهبي، ابدا اطشها بالخل. بعمل ايه بقى بعد ما طشيتها بالخل كده؟ بعمل ايه؟ بشيل منها جزء كده. الجزء اللي انا بشيله ده، انا بحطه على العيش، وممكن احطه على وش الرز. بصوا بقى، بتدي طعم جميل قوي 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 للفتة. خلاص انا شلت اهم. تمام. وهبدأ بقى ايه، احط الطماطم بتاعتها. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. شوفوا حبايبي، اللحمه اتشوحت اهي. تمام. هبدأ ازيدها بس كده بقى. ايه، هغطي عليها بقى واسيبها تستوي. وادي التسبيكه بتاعت الفته محطوطه هنا اهي. وهبدأ اعمل الرز. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. صلوا على رسول الله. بصوا حبايب قلبي، انا حمرت اللحمه اهي. تمام. ومكان تحمير اللحمه بعمل الرز انا ما بعملوش ابيض. تمام. بعمله ايه، بعمله حبه وحبه. ادي حمرت الرز اهو. تمام. وادي بقى احط الملح بس كده. وهبدأ ايه، اشرب الرز. والصلصه اتعملت اهي. تمام. هزودها بس شويه ميه عشان ما تبقاش حاطه، واخليها تغلي. تمام. والعيش هحطه تحت الشوايه. هحط عليه حته سمنه بلدي، هكسره واحط عليه حته سمنه بلدي واحطه تحت الشوايه. خليكم معايا وصلوا على رسول الله. والرز هشربه دلوقتي. ادي الرز اهو. اوكي. على رسول الله. ادي العيش المحمص اهو. هبدأ احط شويه من الثوم بالخل اللي انا كنت عاملاه للصلصه. تمام. وهعمل ايه، وهبدأ اسقيها شوربه. كفايه قوي كده. تمام. هبدأ اعمل ايه بقى. ادي الرز ده اهو. هنقلب دي كده. وابدأ احط الرز بتاعي. عايزه اقول لك بطريقتي دي هتاكلي احلى واطعم فته. وده كان الشكل النهائي للفته بتاعتنا مع اللحمه المحمره مع الشوربه. الف هنا وشفا للي هياكل. كنتم مع عزة عواد من مطبخ عزة عواد. ما تنسونيش في اللايك والشير، وادعوا لأهل غزة وفلسطين ربنا ينصرهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحبكم في الله.